أول زوز نقاط للمنتخبات العربية. منتخب قطر يتعادل مع سويسرا في آخر الدقائق بعد مباراة الحقيقة كانت صعبة. المنتخب السويسري سيطر تقريبا على كل مجريات المباراة، وكنا متوقعين نتيجة كبيرة، وخفنا من أن المنتخب القطري ينهزم بنتيجة عريضة. لكن المنتخب القطري بقيادة لوبيتيغي كان عقلاني، كان براغماتي الحقيقة، ولعب على إمكانياته، سكر أكثر ما يمكن من مساحات، نقص اللعب على منتخب سويسرا، خلاها مستحوذة استحواذ سلبي. وفي آخر المباراة بعرضية اخطف بوعلام خوخي هدف التعادل، وكانت نتيجة الحقيقة إيجابية جدا جدا جدا، وأولى النقاط للمنتخب القطري. بعد في المباراة الثانية القمة الكبيرة بين المغرب والبرازيل، الحقيقة شفنا منتخب مغربي منظم واقف الند بالند للبرازيل، وخاصة شفنا اللاعب بوعدي يعني 18 سنة الحقيقة أحسن لاعب حسب رأيي في المباراة هذه. كان رمانة وسط الميدان كما يقولوا أخواتنا المصارى، يعني عدل أوتار الفريق المغربي، والحقيقة ربح وسط ميدان المنتخب البرازيلي، وخلى كارلو أنشيلوتي يقوم بعض التغييرات. المنتخب المغربي قاعد يتحسن. المنتخب المغربي واجه البطل متاع العالم اللي في 2002 هز كأس العالم، اللي هو كان مرشح الأول للمجموعة هذه، وإن شاء الله في قادم المباريات يقوم مباريات أفضل ويتحسن من أحسن إلى أحسن.